بعد موسم كان صعب على كل محب للنادي الأهلي، النادي دلوقتي واقف على مفترق طرق. الإدارة بدأت تتحرك وبسرعة كمان عشان ترسم مستقبل جديد، وفي الشرح ده هنفصص الخطة دي حتة حتة ونشوف إزاي الأهلي بيخطط يرجع تاني أقوى من الأول. طبعا الفترة اللي فاتت كانت صعبة على الكل، ومشاعر الإحباط والغضب اللي عند الجمهور دي مفهومة جدا ومبررة تماما. الخروج من أفريقيا وتراجع المستوى كان زي جرس إنذار واضح بيقول إن التغيير خلاص ما بقاش مجرد اختيار، ده بقى ضرورة. طيب السؤال هنا، إيه هي بقى ملامح خطة الإنقاذ دي؟ وإيه اللي بيحصل ورا الكواليس عشان المسار يتصلح؟ ده اللي هنعرفه مع بعض نقطة ورا نقطة. وقبل ما ندخل في تفاصيل الحلول، مهم قوي الأول نفهم حجم الأزمة اللي خلت التحرك السريع ده ضروري. القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما بنقول كانت الخروج من أفريقيا. بعدها حالة الغضب عند الجمهور وصلت لأعلى مستوى ليها، وده اللي أجبر الإدارة إنها تعقد اجتماعات طارئة ومكثفة بقيادة الكابتن الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عشان يلاقوا حلول مش بس سريعة، لأ، حلول جذرية للأزمة. وهنا بقى ندخل في قلب الموضوع. الجزء الأهم في الخطة كلها هو إعادة هيكلة قطاع الكورة بالكامل، وده معناه قيادات جديدة وأسلوب شغل مختلف تماما. الهدف هو بناء منظومة احترافية بجد. الملف ده كله تم إسناده لشخصيتين رئيسيتين، الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ. هما اللي هيكونوا مسؤولين عن رسم وتنفيذ الرؤية الجديدة لقطاع الكورة في النادي. وهنا بقى نيجي لنقطة مهمة جدا، وهي توزيع الأدوار. ياسين منصور دوره استراتيجي، يعني بيبص على الصورة الكبيرة، ملف المدرب الأجنبي، التخطيط المالي، الميزانيات. أما كابتن سيد عبد الحفيظ فدوره رياضي وتنفيذي بحت، هو اللي هيطبق الهيكل ده على الأرض وهيتابع كل تفصيلة في الفريق يوم بيوم، وهيكون هو حلقة الوصل. طيب الهيكلة الجديدة دي فيها مناصب متخصصة ومهمة. عصام سراج الدين هو الأقرب إنه يرجع تاني كمدير للتعاقدات. إدارة الكشافين أو السكاوتينج هتكون نظام جديد بيجمع بين شركات أوروبية ليها خبرة وكمان كشافين محليين. وبالنسبة لمنصب مدير الكرة، كل المؤشرات بتقول إن الكابتن وليد صلاح الدين في طريقه للرحيل، سواء قريب أو بنهاية الموسم. وهنا لازم نوضح نقطة في منتهى الأهمية وممكن تلخبط ناس كتير. الكابتن سيد عبد الحفيظ بصفته عضو مجلس إدارة دوره إشرافي واستراتيجي، يعني هو اللي بيحط الهيكل والخطة مع ياسين منصور، لكن هو مش هيشغل منصب تنفيذي زي مدير الكرة. لوائح النادي الأهلي بتمنع الجمع بين عضوية المجلس والمناصب التنفيذية اللي ليها أجر. دوره هيكون إشراف ومساندة، لكن مش المنصب الرسمي نفسه. تمام، ده كده كان الجانب الإداري والهيكلة. خلونا بقى نروح للملعب نفسه، وأهم عنصر فيه اللعيبة. الخطة هنا واضحة ومباشرة، عملية تقييم وخربلة شاملة للفريق الحالي. العملية دي هتتم على 3 مراحل. أولاً، الماتشات اللي فاضلة في الدوري دي تعتبر الفرصة الأخيرة لكل لاعب عشان يثبت نفسه. ثانياً، بعد نهاية الموسم أي لاعب مستواه مش مقنع، شركة الكورة هتكون هي المسؤولة عن تسويقه وبيعه. ثالثاً، هيتم تطبيق معايير جديدة وصارمة جداً لاختيار أي لاعب هينضم للأهلي في المستقبل. وهنا بنشوف تغيير جذري في فلسفة اختيار اللعيبة. الموضوع خلاص ما بقاش مهارة فنية وبس، الأهم دلوقتي هو شخصية اللاعب، عقليته الاحترافية وقدرته إنه يستحمل ضغط فانيلة الأهلي. والتركيز هيرجع وبقوة على أولاد النادي اللي متربيين على قيم ومبادئ القلعة الحمراء. والفرق هنا واضح جدا، في نوع من اللعيبة بيتشتت بسهولة بسبب مشاكل بره الملعب أو السوشيال ميديا، وفي لاعب محترف بجد زي أليو ديانج كمثال، أو حتى زيزو في الزمالك، عقليته كلها جوه المستطيل الأخضر، فاهم يعني إيه احتراف وما بيشغلش باله بأي حاجة غير التزاماته مع النادي. هو ده بالظبط النموذج اللي الأهلي بيدور عليه دلوقتي. الهدف الأكبر من كل ده مش بس إننا نغير أسماء، الهدف هو تغيير الفكر نفسه، التحول من الاعتماد على الأفراد لبناء نظام مؤسسي يضمن استمرارية النجاح. طيب يعني إيه نظام مؤسسي؟ ببساطة شديدة، إن نجاح النادي ما يكونش مرتبط بوجود فلان أو رحيل علان. النجاح لازم يكون مبني على سيستم واضح، معايير ثابتة للاختيار، آليات عمل احترافية، بحيث أي حد يجي يمشي على النظام ده ويكمل مسيرة النجاح. وعشان نحول الفكرة دي الواقع، في خطوات عملية بدأت تتنفذ. أول حاجة نظام سكاوتينج حديث بيعتمد على الداتا والأرقام. تاني حاجة معايير ثابتة وموحدة لتقييم أي لاعب قبل التوقيع معاه. ثالثاً الاستعانة بخبير أجنبي متخصص عشان يراجع العقود ونتجنب أي مشاكل قانونية. رابعاً الفصل التام بين الأدوار الإدارية والتنفيذية. وأخيراً تفعيل دور شركة الكورة بشكل حقيقي في تسويق اللاعبين. وعلى المدى القصير، فترة التوقف الدولي اللي احنا فيها دي هتكون فرصة من ذهب.
في تفكير جدي في استغلالها كمعسكر مغلق عشان الفريق يستوعب أفكار فنية جديدة، والأهم في اقتراح قوي بإن مدرب مصري زي كابتن عماد النحاس ينضم للجهاز الفني عشان يساعد المدرب الأجنبي في فهم طبيعة الدوري واللعب المصري. وفي النهاية كل الخطط دي، كل الهيكلة دي ملهاش أي قيمة من غير العنصر الأهم في معادلة نجاح الأهلي على مر التاريخ: الجمهور. زي ما بيتقال دايما، جمهور الأهلي هو سنده الحقيقي، وفي الأوقات الصعبة دي بالذات وعي الجمهور ودعمه هو اللي هيفرق، هو اللي هيعدي بالنادي من الأزمة دي بعيداً عن أي محاولات لهز استقرار الفريق. الإدارة نفسها عارفة كويس قوي إن مفتاح إنقاذ الموسم ده في إيد الجمهور. الحضور الجماهيري الكبير في الماتشات المصرية اللي جاية هو الحل. الجمهور هو اللي هيرفع معنويات اللعيبة، وهو اللي هيضغط عليهم عشان يرجعوا لمستواهم، وهو اللي هيجيب بطولة الدوري. الخطة اترسمت والملامح بدأت توضح، لكن السؤال اللي هيفضل موجود: هل كل التحركات دي هتكون كافية عشان ترجع تبني فريق الأهلي اللي جمهوره متعود عليه؟ فريق شخصيته أقوى من أي ظروف، فريق لا يقهر. الأيام اللي جاية هي اللي هتجاوب على السؤال ده.